ما تزعلش من اللي يجي يقول لك انا زعلان منك في 1 2 3. ما تزعلش من اللي يجي يقول لك انت قصرت معايا في كذا، انا ما كنتش مستني منك رد الفعل ده، انا كنت مستني منك حاجه افضل واحسن من كده، انت ليه عملت معايا كده؟ الناس يا جدعان لما تيجي تتكلم معانا المفروض احنا نحترمهم ونقدرهم ونشيل كلامهم ده فوق الراس، مش ندوس عليه بالمداس. ليه؟ لان ده حد محترم، ما يهنش عليه يتكلم في حقك مع حد. جه قال لك انا زعلان منك من 1 2 3 وانت عملت وسويت. فاولاد الاصول بيبانوا في المواقف، واولاد الكلب برضه بيبانوا في المواقف. فعايز اقول ان اي حد قلبه على حد ما بيحبش يشوفه غير ان هو سعيد ومبسوط. فلما تلاقي حد قلبه على قلبك بيحبك، مش عايز منك مصلحة، مش مستني منك حاجة، بيحبك لله في لله، فتأكد ان الشخص ده لو فرطت فيه يبقى انت خسرت حاجة استحالة تعرف تعوضها العمر كله. اما اللي بيتكلم عنك في ظهرك والله لو هو ده طعم الادب والاخلاق والله عمره حتى التليفون بيرن وثواني بقى لما تصلش. فمعلش ومعلش وهرجع تاني للمرة المليون هقول لك معلش، ما تبقاش انت زيهم وما تبقاش انت اوحش منهم، عاملهم بالمعاملة اللي تحب وتتمنى ان اي حد يعاملها لك. اياك تقابل الوحش بالوحش، قابل الوحش بالاحسن والافضل، لان الافضل والاحسن يا عم ثواني بنسجل، الافضل والاحسن عند ربنا سبحانه وتعالى والله. وتاكد ان ربنا سبحانه وتعالى دايما شايل لك الافضل والاحسن، وده اخره اللي يسجل في مكان فيه دوشه.